الهنا والسعادة على أحلى اخوات وأحلى متابعين. كل سنة وانتم طيبين يا رب. اللهم بلغنا رمضان. يلا بينا كده نعمل الفراخ المحشية بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقولك على التكات وهقولك ازاي تحمري الفراخ من غير زيت أو سمنة. النهاردة كده طريقتنا بسيطة. عايزين نعمل بقى الأكلات بتاعت زمان، الأكلات كده اللي تفتح النفس. وخلاص بكرة رمضان، يلا بقى اعتمدي الوصفة دي واعمليها بكرة ان شاء الله. شايفين الرز قد ايه مفلفل وطعمه حلو؟ كفايه بقى كانت ريحته قلبالي الشقه، اللهم بارك حاجه كده من الاخر. وكمان عملت ملوخيه والعيش الشمسي اللي لا يعلى عليه، كان مبعوت لي من الصعيد. احب اشكر كل حبايبي اللي بيبعتوا لي كل حاجه. وكمان الشوربه كانت رايقه وطعمها حلو ومتنكهه كويس جدا. يلا بينا. لو انت اول مره تشوفيني فانا ايمي، يا ريت كده تنوريني بلايكاتك وكومنتاتك اللي زي القمر، وان شاء الله باذن الله هنعمل وصفات كتير في رمضان. اول حاجه كده عندي حله فيها معلقه من السمنه، ممكن تحطي معلقه من الزيت مفيش اي مشكله. لو عندك زبده حطي عادي مفيش اي مشكله. نزلت كده ببصلايه متقطعه وبدات اشوحها كويس جدا. انا عايزه البصله تبدا تتدبل معايا كويس. تعالوا كده نشوف التوابل اللي هتخلي الرز في حته تانية. نص معلقه من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من السبع بهارات، ورشه كده حلوه من الروزماري بيدي نكهة حلوة جدا ومختلفة، وربع معلقة من توابل الفراخ. هبدأ كده اشوحهم كويس جدا. لما ابدأ اشم ريحة التوابل هنزل بالرز بتاعي. طبعا انا واحدة من الناس اللي ما بغسلش الرز خالص، بشتري نوع نضيف وما بغسلوش، مش بحب غسيل الرز. في ناس تتفق معايا وناس تختلف، كل واحد بقى ويرجع للحاجة اللي بتريحه. هبدأ كده اشوح كويس جدا. وطبعا لو عندنا كبد كبد هنبدأ نشوحها في البداية، بس للأسف الراجل او اي حد بيجيب لي ما بيجيبليش الكبد. بدأت كده بعد ما شوحت ضفت ربع كوباية من المية زي ما انتوا شايفين، بلاش نزود خالص. يعني الرز ما تكونش المية بتغطيه، يدوبك كده في بداية اول صفة من الرز، علشان لسه هيستوي معايا. وكمان لما احشيه فبلاش كده نبدأ نزوده في التسوية. طبعا الرز كان ناشف. ضفت الملح بتاعي، ظبطت كل حاجة. عندي الفراخ الشمورتي القمر، اللي احلى فراخ ممكن اكون اكلتها في حياتي، مغسولة ومتنضفة كويس جدا، ونقعاها في ميه وخل وكمان بشر برتقان، بيدي نكهه حلوه جدا. ملح وفلفل اسمر. بدات ادعكها كويس جدا وهبدا الحشو. طبعا بنحشي بعد ما الخلطه بتاعتنا تبدا تهدي. طبعا لو انت حابه تضيفي زبيب بيبقى حلو، مكسرات مع الرز بعد ما يستوي كده، وتسيبيها بقى لحد ما تبرد مع الرز، بيدي نكهة حلوة قوي. بس انا طبعا عندي في البيت ما فيش اي حد بيحب لا الرز بالخلطة ولا المكسرات على الرز، فبوفر كده بعمل رز سادة. بس والله العظيم كان حاجة كده تفتح النفس. الزعتر بيدي ريحة حلوة قوي. طيب ناس كتير سألتني ان لو هي بتحشي حمام بتحشي فراخ الحاجة بتفرقع منها. هقولك ازاي وليه الحاجة بتفرقع منك. او مثلا انت بتخافي انك تعملي الفراخ المحشية حتى لو كانت كبيرة الصدر ما بيستويش معاكي، هقولك برضو ليه. بعد كده ما حشيت جبت القنصة وبدأت كده احطها، واجيب الرجل بتاعتها هنلاقي فتحة من تحت، هبدأ احط الرجل في الفتحة، وابدأ اجيب الرجل التانية اعكسها تحت رجل الفرخة زي ما انتوا شايفين، واضغط كويس. تعالوا كده نحشي بقى الزغلولة بتاعتنا بجيب المعلقة بكل سهولة وببدأ أحشي بكل سهولة، مفيش أي مشكلة بالنسبة لي. الرز بارد معانا، ودايما زي ما قلت لكم ما نهدرش كل كمية الرز، لأني بقى الباقي هرجع أسويه. الفرخة التانية ما كانش فيه ليها قناصة، فبدأت كده أحط قرن فلفل بالطول. وما تخافيش خالص، القرن الفلفل بيدي نتيجة حلوة، ما بيخليش المية تدخل من جوه، فدي أفضل طريقة. أو ممكن بتنجانة، بس أنا بفضل الفلفل. ممكن طماطمايه، بس انتوا عارفين الطماطم لما بيستوي بتنزل كل العصارة فيها، فهتلاقي مكان الرز معجن، وده غلط. فما نستخدمش خالص غير الفلفل، بيدي او بصلايه. انا البصل او الفلفل. هبدأ كده احشي تانية بنفس الطريقة بايدك، مفيش اي مشكلة. كانت الزغلولة بتاعتها ما كانتش مفتوحة قوي، فبدأت كده اسلكها بصبعي عشان اعرف احشي. انا عندي في البيت على فكرة ما بيحبوش الفراخ المحشية، بس انا بحبها. وكمان كده كان في
عندي ضيفة خفيفة على قلبي، فكانت طالبة مني الوصفة دي، فقررت اعملها لها بكل سهولة. اهم حاجتين في الوصفة دي، الرز ما يبقاش عشان كده لو عندنا كوبايتين من الرز المصري هنستخدم لهم نص كوباية من المية. اول كده ما نضيف المية بنهدي النار خالص وبنسيب الرز كده لحد ما يتشرب المية. يلا بينا كده نشوف هنسقط او هنسوي الفراخ في ايه النهاردة كده. في ناس كتير بتشتكي ان الشوربه بتطلع زفره معاها، هقولك الاسباب. اول حاجه كده لازم نبقى غاسلين الفراخ كويس جدا. احنا دلوقتي في موسم البرتقال، فلازم نستغل البرتقال كويس جدا. يعني ممكن نعمل خلطه بيه، مثلا نجيب البرتقال ونضربه في الخلاط، مثلا الاول مثلا نسلقه نضربه في الخلاط ونحطه في برطمانات، نطلع منه ونغسل بيه الفراخ بريحه حلوه قوي. تاني حاجه، اهم حاجه، المية تبقى بتغلي معايا، هضيف فيها بصلاية وطماطمية ورق لورا حبهان فلفل حصى، طبعا بلاش الفلفل المطحون لانه بيخلي الشوربة تسمر معايا. بنزل على الصدر بتاعها علشان الزغلولة تبدأ تقفل معايا. وبس كده، من وقت للتاني ببدأ اقلبها زي ما انتوا شايفين، وبعرف الفراخ استوت. بعمل في الصدر لقيت معايا بيبقى تمام. خد الفراخ واخرجها معايا، بحطها تحت الشواية بدون ما اضيف اي زيت او سمنة او كاتشب او اي حاجة. انا بالنسبة لي ان كده احسن حاجة، بيخلي الفراخ على طبيعتها، وخاصة الفراخ البلدي او الفراخ البيضة اللي بنبقى عاملينها بالخلطة بتبقى حلوة جدا. حابة انت تضيفي معلقة من الكاتشب ومعلقة من الصلصة ومعلقتين من الزيت، تقلبي كويس جدا، تبدأي كده تدهني كويس جدا وتدخلي تحت الشوايه برضو حلو. انا بقى ما بحبش كده، بحب ادخلها زي ما هي. الله اكبر، كانت ريحتها وطعمها. وكمان الملوخيه. اسيبكم على